والله يا رجال يا شباب يلعبوا خارج ارضهم، والاتحاد الدولي حاطط نقرهم وكل شيء ضدهم، وبالتالي يلعبون، وبالتالي يمارسون حرية كرة القدم، يمارسون لعبة السلام، ولكن لحتى الآن يبحث عن هدف التعادل. المنتخب العراقي الذي فرحنا به في بطولة كأس آسيا سنشعل من نيران المدن شموعا لكم. هنا ستشاهدون النجوم، هناك أيضا ستشاهدون النجوم من وطن توقظه الطائرات، من شموس تعانقه دجلة والفرات. سنفرح هذه المرة، سنبتسم رغم التأخر، فإن إحساسي يقول بأن التعادل قادم والتقدم قادم. فعلا التقدم سيكون قادم في أي لحظة من اللحظات، ولكن علينا الصبر في قادم الدقائق، لأن المنتخب العراقي هو صاحب روح قتالية عالية جدا وجدا وجدا. فعلا فإن لم أكن أشجع العراق في هذه المباراة فمن سأشجع؟ وإن كان حبي للعراق جريمة فاعتبروني أول مجرم. تصل المحاولة رغم الخسارة، لن أبكي أبدا، لأنهم أسود، لأنهم قهروا كل الظروف، لعبوا خارج أرضهم، لعبوا خارج بغداد، وأنا قلتها في الشوط الماضي.